أشرف والي الولاية على افتتاح فعاليات لقاء لجنة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية بمجلس الأمة مع الفلاحين والشركاء الاجتماعيين للقطاع. وفي كلمته الافتتاحية أبرز السيد الوالي المقومات الطبيعية والإمكانات الهامة التي تزخر بها ولاية سيدي بلعباس في المجال الفلاحي، مؤكدا على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه هذا القطاع في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي. ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في ولاية سيدي بلعباس، وأتقدم إليكم بخالص عبارات التقدير والامتنان على هذه الزيارة الميدانية الهامة التي تندرج في صميم العمل والبناء وتعكس حرص مجلس الأمة على مرافقة القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية. هذه الزيارة هي تكليف من سيد رئيس مجلس الأمة السيد أو الأستاذ عزوز نصري، زيارة استعلامية مدسترة في دستور 2020، وهي للوقوف على حقيقة الفلاحة وكل القطاعات المرتبطة بالفلاحة من أجل تثمين ما يجب تثمينه والترويج لما يجب أن يروج له، والوقوف على بعض النقائص التي تشهدها الكثير من القطاعات. الشريعة النووية التي تزخر بها ولاية سيدي بلعباس والتي تحسد عليها مقارنة ببعض أو الكثير من الولايات. أقول مرة أخرى يسعدني أن أكون بينكم اليوم بولاية سيدي بلعباس، هذه الولاية العريقة والغنية بإمكانياتها والواعدة بدورها المحوري في ترقية قطاع الفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. إن هذه الزيارة الميدانية التي تقوم بها البعثة الاستعلامية كما قلت للجنة الفلاحة والتنمية، وهي الولاية الأولى في هذه السنة 2025. في ختام اللقاء فسح المجال للفلاحين والشركاء الاجتماعيين للقطاع لطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم، حيث تم الاستماع إليها والتأكيد على التكفل بها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يساهم في ترقية القطاع الفلاحي وتحقيق التنمية المستدامة بالولاية.